هتلاقي ان العدد بدأ يوصلك على الاكونت بتاعك بكل سهولة، والحساب اهو حساب حقيقي منزل صور ذكاء اصطناعي اهو، حاجات ممتازة جدا. في حسابات زي ما فهمتك من داخل الموقع، في حسابات حقيقية مسجلة على المواقع او مسجلة على مواقع تانية والموقع ده لاقط منهم سيرفر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو ده جايب لك موقع 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ الموقع بيحمل 3 مواقع. من خلال الموقع ده هتقدر تزود من موقع واثنين وثلاثة، والرابع اللي هو الموقع الاساسي بكل سهوله وبكل بساطه وبشكل مجاني بنسبه 100%. يعني مش مطالب منك انك تدفع فلوس مثلا للموقع علشان يزودك العدد المتابعين او العدد الخاص باللايكات او التفاعل بشكل عام. كل ما هو عليك انك تركز في فيديو النهارده من اول دقيقه او من اول ما بيبدا الفيديو لحد ما بينتهي الفيديو. ده بالنسبه للبرنامج المجاني او الموقع المجاني او الطريقه المجانيه. بالنسبه بقى للشغل المدفوع والشغل المصري للمتابعين ولللايكات، شركه مستر فاست شركه ممتازه جدا على الواتساب فقط، وقريب جدا جدا باذن الله هيكون ليهم ويب سايت على جوجل تقدر ان انت تخش وتطلب الخدمه بتاعتك اوتوماتيك. طيب يا بيدو، الشركه دي بتقدم ايه؟ هو تقدر تفيدني في ايه؟ خد عندك يا سيدي، الشركه دي بتقدم لك اولا عرب ومصريين متابعين للفيسبوك للصفحات والاكونتات، نفس النظام على الانستجرام، نفس النظام على التيك توك، نفس النظام على السناب شات وكمان التويتر. ده رقمهم قدامك على الشاشه، التواصل على الواتساب فقط. وحبايبنا برضو اللي بيصعب عليهم نقل الرقم من على الشاشه، هسيب لك لينك المحادثه في اول كومنت مثبت. لينك يعني رابط، بتضغط على الرابط ده بيوديك مباشره على خدمه العملاء الخاصه بالشركه دي. قول لهم ان انت جاي من طرف بيدو حسن حبيبك عشان يظبطوا معاك الاسعار ويظبطوا لك الدنيا. هسيب لك جميع الروابط في اول كومنت مثبت، بما فيهم رابط الموقع ورابط خدمه العملاء او الشركه اللي تقدر تزود من خلالها عدد المتابعين او عدد التفاعل بشكل عام. صلى على النبي كده واذكر الله عشان ربنا يبارك كده في اللي احنا بنعمله. وفي نفس الوقت برضو اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الاشعارات على الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده واللي انت بتحبها اول باول. موقع النهارده زي ما فهمتك باختصار شديد كده علشان ندخل في الشرح العملي على طول. بتقدر انت تسجل بحساب غير اساسي. ازاي يا بيدو اعمل حساب غير اساسي او حساب غير الاكونت اللي انا هزوده؟ هتلاقي برضو رابط الشرح في اول كومنت مثبت انك ازاي تعمله وازاي تسجل في المواقع اللي انا بشرحها زي الموقع بتاع النهارده. كمان تزود عدد متابعين من خلال الاربع مواقع بحساب وهمي واحد بس. يعني مش مطالب منك انك تعمل 4 حسابات خالص، هو حساب واحد بس. يلا بينا نخش في الشرح العملي على طول. الشاشه دي هتعرض لك كل حاجه بالتفصيل. مبدئيا كده انا هدخل على الانستجرام بعد ما عملت الحساب الغير اساسي اللي انا بتكلم عنه. حسابك الغير اساسي ده ما بيكونش مثلا الحساب اللي انت بتزود له، ده حسابي الاساسي اللي انا المفروض هزود له. طب انهي الحساب الغير اساسي؟ الحساب الغير اساسي اهو اللي انا المفروض هزود عليه، اللي مثلا زي دوت او زي دوت او زي ده. مثلا الاكونت ده بص كده، لو دخلت على الاكونت هتلاقيه حاطط صوره بسيطه خالص. ده لو يعني شغال يعني تمام. انا هوريك دلوقتي الحساب اللي شغال معايا، وكمان بتحط له صوره على المنشورات ماشي. فانا عندي هنا كام حساب، عايزك تلقط الحساب ده برضو لو عايز تسجل بيه ان شاء الله يكون شغال. من خلال الحساب ده بقى بتسجل بيه في المواقع او البرامج. مش شرط الموقع ده، يعني الموقع ده مش شرط انك تسجل بيه بس، لا عادي انت ممكن تسجل بالحساب ده في برنامج توب فولو، في برامج زياده المتابعين زي انستا اب او غيره من برامج او من مواقع. تمام. هندخل على الموقع بالشكل ده. طبعا انت شفت الثلاث حسابات، هقول لك برضو الباسوردات بتاعتهم. بعد ما تدخل على الموقع اسمه instamoda.org. طبعا هنا بيقول لك خادم 1 خادم 2 خادم 3، وكمان ممكن انت تكسب من خلال الفولورز. وعندهم هنا صفحاتهم على الفيسبوك وعلى التويتر، تقدر انت تخش برضو وتشوف وتستعلم عن اي حاجه انت محتاجها. بيقول لك هنا ببعت لك متابعين، ببعت لك لايكات، ببعت لك تعليقات ومتابعين هنا برضو. هو موقع برضو تركي، بس هنا الميزه انه مدي لك 3 خوادم تانيين. فاهمني؟ خلينا بس نسجل في اول حاجه والموقع الاساسي، وبعد كده هنسجل في الثلاثه التانيين ونزود منهم كمان. هضغط على كلمه مدخل دي كده، وبعد كده هسجل بحسابي الغير اساسي اللي هو الوهمي. هحط هنا اسم المستخدم وكلمه المرور المراد تسجيل بيها، يعني لازم تكون كلمه المرور الخاصه بالحساب الوهمي. تمام. هرجع كده على الموقع الخاص بالشات قصدي، وهاجي هنا اضغط نسخ. دول 3 اكونتات، دول 3 حسابات. طيب هنسخ كده الثلاثه وهسجل باول اكونت. اول اكونت اليوزر نيم اهو، وهاجي هنا احطه في المكان ده في اسم المستخدم. واسم المستخدم تم اللصق. هنا بتاخد الباسورد بتاعه نسخ وتحطه في المكان ده كده برضو في كلمة المرور. وبعد كده بعد ما تلصق كلمة المرور تضغط على تسجيل الدخول. سجل معاك تمام، يبقى كده الحساب ما فيهوش اي مشكله وهيديك على العدد بكل سهوله، وتسجل كمان في المواقع والخوادم التانية. لو اثر معاك بقى وما سجلش او حصل مشكله، غير الاكونت الغير اساسي او غير الاكونت الوهمي اللي انت بتحاول تسجل بيه. زي ده كده بيقول لك هنا ذا باسورد مش عارف ايه كده. المهم في مشكله عندك اول ميزه وهي اللايكات على الصور او على الريلز.
50 نقطه لعدد اللايكات اللي هتجيلك. انا معرفش بصراحه هيديك كام لايك، ولكن ال 50 نقطه دول كفيلين ان هم يبعتوا لك من 10 ل 15 لايك، ده على الاقل يعني. وضيف على كده كمان 400 نقطه لعدد المتابعين، يعني تقدر كمان تزود 400 نقطه او 400 نقطه للمتابعين من خلال العلامه دي. و25 بقى و100 و500 و100 و250 دي المشاهدات الفيديو ومشاهدات الستوري وحفظ الفيديو. الكلام ده ناس كتير جدا مش مهتمه بيه، بس مفيش مشكله عادي، هم كلهم شغالين. خلينا بس في شرح النهارده وهو المتابعين من خلال الخانه دي كده. تمام. هنضغط على الخانه دي، هيقول لك هنا حط لي اسم المستخدم المراد الزياده اليه، اللي هو الاكونت الاساسي، ما تحطش اكونت غير اساسي. هنا في المكان ده بتزود الاكونت اللي انت عايز تزوده باسم المستخدم. طب ازاي نجيب اسم المستخدم؟ هتروح كده وهتيجي هنا على تعديل الملف الشخصي، وهتاخد اسم المستخدم كوبي او اليوزر نيم على حسب اللغه بتاعه الاكونت، وهتروح على الموقع مره تانية تلصق اسم المستخدم هنا، وشرط يكون الاكونت على العام، ما يكونش الاكونت مقفول او على الخاص. وبعد ما تتاكد من كل المعلومات دي هتضغط على البحث عن المستخدم من على العلامه الخضراء اللي قدامك دي. ماشي. هنا بيقول لك حط لي كميه النقاط. انا عندي 400 نقطه، فهحط له ال 400 نقطه كلهم من خلال العلامه دي كده، واضغط على كلمه يبدا بعد ما اكتب 400. تمام. بيقول لك هنا انتظر معايا 120 ثانيه او 118 ثانيه. انت بتنتظر، ما بتخرجش من الموقع، عشان هنا في الوقت ده هو بيبعت لك عدد المتابعين في انتظارك داخل الموقع، ده اللي بيكسبهم فلوس. وفي نفس الوقت لو سجلت بحساب غير اساسي، خش على الانستجرام وغير الباسورد بتاعه على طول، اللي هو الوهمي يعني، عشان يعني تسجل بيه في مواقع تانية او برامج تانية، يعني يفيدك اكتر يعني، فاهمني، بدل ما هم يغيروه او يحصل مشكله او يتحظر او غيره من الانستجرام. 133 نقطه. طبعا النقاط يا شباب انا ما اعرفش هتجيب لك كام متابع، بس احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. تمام. المهم ان هو بيبعت على العدد الخاص بالاكونت اللي الصوره بتاعتك موجوده عليه اهي. المهم ان الصوره دي تكون موجوده فعلا عليه عشان تتاكد ان هو حسابك مش حساب حد تاني. تمام. فهنا اهو حسب اهو 170 نقطه، يوصل بس ده 50 او 60 ونطلع من الموقع. انا كبيدو، انت ما تطلعش، بس انا هطلع عشان انا بعمل تيست. انت بتستخدم الموقع من شرحي، فانا بحاول ان انا بقدر الامكان اخفف الفيديو عشان الفيديو ما يطولش على الفاضي. تمام. اهو جاب 60. هخش كده على الانستجرام للحساب بتاعي على العلامه دي بعد ما زودت الفولورز طبعا بشكل مجاني، وزي ما فهمتك بنسبه 100% مش هتدفع حاجه في طريقه النهارده. تحديثه بسيطه للاشعارات بالشكل ده كده، هتلاقي ان العدد بدا يوصلك. طيب يا بيدو العدد حقيقي ولا لا؟ هتخش كده على العدد من دول هتلاقيه حقيقي اهو. عندك مثلا الاكونت ده في صوره، عندك الاكونت اللي تحته على طول اهو في صوره، عندك الاكونت اللي برضه اللي تحته على طول اهو ده من 21 دقيقه، لا ده مش تبعنا. بس هتبدا تحدث كده لحد ما العدد يوصلك، هو لسه ما وصلش يعني، هو بيوصل. في حسابات حقيقيه زي مثلا ده من المغرب، وفي حسابات بتكون وهميه او حسابات مثلا ما يكونش حد بيستخدمها، دي بتعلي الاكونت ما بتعليش الريتش. يعني الاكونت لما حد يبحث عنه بالاسم المستخدم يظهر للشخص اللي بيبحث اول خانه على طول، اول حاجه في البحث. ماشي. بس العدد بدا يوصلك اهو واحده واحده، من 6 ثواني، من 19 ثانيه، من 21 ثانيه. زي ما فهمتك معظمهم ناس اجنبيه حقيقيه، ومعظمهم ناس من التطبيق او من الموقع، فاهمني. ده بيبقى اخره بيعلي معاك السيرش لو حد بحث عنك بس ده بالنسبه للمتابعين. واستنى بقى العدد كله لحد ما يوصلك، يعني اظن بيبعت 20 او 25 متابع في نفس الوقت. برضو ده مش بس كده، لا ده احنا هنخرج كده ونسجل خروج بالشكل ده. مش مهم بقى الباقي، احنا يعني مش محتاجينه. عندك خادم 1 وخادم 2 وخادم 3، ممكن نستخدم مثلا خادم 2 ده موقع. ارجع خطوه لورا، ده موقع اهو زي ما انت شايف. ممكن نستخدم ده. هدخل على كلمه مدخل، هسجل دخول بالحساب اللي انا لسه مسجل بيه في الموقع اللي فات. هخش كده اهو في الحفظ، وهكتب الموقع اهو، ده اسم المستخدم ودي كلمة السر، ولو عايزهم خدهم مش مشكلة. ويسجل معايا في الموقع، قد يستغرق تسجيلا وقتا طويلا، مش مشكلة هيسجل معايا. بعد ما يسجل بزود بنفس الطريقة وبنفس النمط وبنفس النهج اهو. حط هنا يا باشا، لو عايز لايكات بتحط، لو عايز متابعين بتحط، لو عايز كومنتات برضو بتحط، لو عايز مشاهدات للفيديو مشاهدات للستوري باسم المستخدم المراد الزيادة اليه بتحط كده. عندك مثلا هنا مديك 175 نقطة للفولو، هتحط ما بين الواحد والخمسة هتحط 7 كده بالشكل ده كده اهو. ده المفيد في الموقع ده اللي هو ال3 في 1 اللي انا بتكلم عنه، لان هو بيديك 3 مواقع في واحد، يعني 4 مواقع بالعدد بس. والعدد بيوصلك اهو من خلال الوقت الفعلي ده. هنا بيقولك انا بسحب منك عدد نقاط، وهنا بيقولك انا بديك عدد ثواني علشان الوضع يكون مستقر معاك.
انا واحد مش محتاج بصراحه العدد، انا بس بشرح لك الموقع. بس لو دخلت على الاكونت كده وحدثت تحديثه بسيطه هتلاقي ان العدد بدا يوصلك على الاكونت بتاعك بكل سهوله. والحساب اهو حساب حقيقي، منزل صور ذكاء اصطناعي اهو، حاجات ممتازه جدا. في حسابات زي ما فهمتك من داخل الموقع، في حسابات حقيقيه مسجله على المواقع او مسجله على مواقع تانية، والموقع ده لقط منهم سيرفر. فان شاء الله تستفيد من مواقع النهارده، لان بالفعل الشغل المجاني كله اصلا بدا ينتهي. بس بحاول بقدر الامكان اجيب لك مواقع تكون شغاله وبتبعت لك عدد زي ده كده. شكرا جدا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.